لقيت ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن إن تستغفر لهم 70 مرة. قلت ياه، هو 70 مرة ده رقم كبير قوي كده؟ يعني ده كفيل ان هو يغفر لك ذنوبك؟ طب ده حلو قوي ده. ولقيت سيدنا النبي في الاحاديث بيقول انه بيستغفر في اليوم 70 مرة. قلت يا يعني ال70 مرة دي لليوم صح كده؟ طيب حلو قوي. فقلت طب انا من زمان ما استغفرتش انا كل يوم 70 مرة دي. يعني انا ما كنتش يوميا بستغفر 70 مرة، عايز اعوض انا اللي فات ده، يمكن هي دي المشكلة مش عارف. فطب سن التكليف من امتى؟ امتى الملائكه تبدا تكتب حسناتك وسيئاتك؟ من سن 15 سنه. طيب انا عندي كام سنه دلوقتي؟ اخصمها بقى، انقصها من 15، تطلع لي عدد السنين اضربها في 365، يطلع لي عدد الايام، عدد الايام على 70، يطلع لي عدد الايام على 70. كنت عايز استغفر انا بقى من يوم سن ما حدش عرفني، من سن 15 سنه كنت عايز استغفر كل يوم 70 مره. طيب نعوضها، موجودين لسه عايشين الحمد لله. طيب 70 بقى في عدد الايام اللي طلعت لي دي، طلعت لي 400,000 وشويه ولا اكتر مش فاكر. هجيبهم ازاي دول؟ فاللي هو 400,000، 400,000 وشويه كمان ولا مش عارف كام. هجيبهم ازاي دول؟ طب هحاول مش عارف ايه، ما فيش، ما فيش. ادور اكتر، لقيت حديث لصحابي ما يعرفش كان بيستغفر على الذنب الواحد 100,000 لكل ذنب فيه. قلت اللهم صل على النبي. فشجعني، قلت يعني ممكن اهو، يعني في حد قدر يعمل، طب حلو قوي يلا بينا نجرب. ما فيش، رقم صعب جدا. وبعدين انا مستعجل، انا عايز الباب يتفتح بسرعه، عايز المشكله تتحل بسرعه، عايز الفلوس تيجي بسرعه. اهو انت تشوف برضه، انت مستعجل عايز الباب يتفتح ورزقك يجي بسرعه والخير اللي انت محروم منه كله يجي، ولا ما وراكش حاجه؟ لو ما وراكش حاجه براحتك. مستعجل لا، دور شوف في ايه المشكله. ولقيت حديث تاني برضو الاستغفار بصيغه استغفر الله. قلت تعالى، طيب تعالى. فحاولت تاني، صعب جدا برضو. عملها ازاي الصحابي ده مش عارف. طيب هحلها برضو ان شاء الله. طيب قعدت قلت طب اقسمهم على اسبوع، يعني اقسم العدد 400,000 وشويه دول على اسبوع مثلا، كل يوم مثلا ورد منهم او حاجه، اقسمهم على 7. حاولت، صعب جدا برضو. يعني بيعملها ازاي دي على اسبوعين؟ صعب. 3 اسابيع مفيش. اقصى ما توصلت له على شهر وكام يوم كده، او شهر بالظبط. كان عليا مثلا في اليوم 10,000 استغفار، زائد مثلا الاستغفار بتاع اليوم اللي انا عليا فيه ازوده عليه. طيب تمام حلو قوي. اليوم اللي انا كنت هخلص فيه، يعني انا عديت شهر، اليوم اللي انا كنت هخلص فيه تاني يوم على طول كان عيد ميلادي. فكنت معلمه بكده، وكنت عامل منبه يوم عيد ميلادي اكون كده خلاص خلصت اللي فات وكده انا تمام النهارده. صدفه غريبه جدا يعني. المهم قعدت بقى طول الفترة دي بحاول اتجنب الكبائر تمام، والشرك الاصغر بستغفر ال10,000 في اليوم. قعدت ماسك السبحة، الاعداد بدأت تتلخبط مني وتهرب. يوم عيد ميلادي كنت فين؟ والله العظيم لقيت نفسي في شاليه في العين السخنة، VIP مميز مش حد بيدخله، كل حاجة معايا، كل حاجة جاية لي، كل اللي نفسي فيه كان بيجي لحد عندي، والفلوس هلت ومش عارف ايه، كل حاجة جت، كل حاجة عمالين بيجوا ورا بعض بقى. وفي بشرات ان لسه في حاجات جايه قدام، وتحس كل حاجه بدات تتهيأ اسبابها، ربنا ادى امر للحاجه احصلي. وجالي اصلا الهام اطلع قول الكلام ده للناس وعرفهم ان ربنا رحيم وان هو بيحبهم. وحتى اللي مضايقها عليه بيقرص عليه عشان يوم القيامه ما يدخلش النار، بيعرفه بيقول له ارجع، دي علامه، ارجع وفك القفل ده هترتاح في دنيتك كمان. لان ذنب واحد من الكبائر كفيه دخلك النار، وهو مش عايزك تخش النار، بيحبك، وهو حاطط قانون اللي سيئاته اكتر هيخش النار، وذنب واحد من الكبائر يخلي سيئاتك اكتر، فبيقرص عليك.